ما هي كبده اسكندراني جايه من اسكندريه. خلي بالك اساسا انت عارفه اسكندريه بتاعتنا دي تالت اسكندريه على وش الارض. اسكندريه اتغيرت 3 مرات بس الكبده ما اتغيرتش. في كم محافظه اسمها اسكندريه على مستوى العالم؟ 40. ال 40 مفيش منهم غير اسكندريه بتاعتنا هي الاصل، زي الكبده بتاعتنا كده، مفيش زيها في اي حته. لا هي الكبده معروفه طول عمرها، خدناها من عندنا اساسا من اسكندريه. اي حد ينزل عنده في اسكندريه بص ولا تلاقي عنده مخلل ولا طحينه، ممكن نقوله مخلل ماشي، انما هي الكبده طول عمرها بتتاكل بفلفل وليمون بس مع سندوتش الكبده. انما اي اضافه تانية اساسا بتغير طعم الكبده، ما بتاكليش كبده، فاهمه؟ ده مفهوم الكبده عند الاسكندرانيه. في غيرنا بقى كل واحد وليه طريقه شغله، زي ما بيقولوا كل شيخ وليه طريقه بس، فاهماني؟ فكده عنده من ده، اللي عنده من ده كداب الصراحه. انت معاك ايه؟ 6-2 مشهورين بالكبده والصدوق، يعني عشان هي طلعت من عندنا احنا واول ناس اشتغلوها احنا، فاهماني؟ بس فجت كده. انا برضو ماليش ياما عشان ما اعرفش اسرارها من الاخر، بس احنا طلعنا من يوم ما طلعنا لقيناها اسمها كبده اسكندراني، ومفيش حد بيعرف يعملها زينا اساسا، يعني احنا شغلنا بيختلف عن اي حد. البياعين كتير وكل شيخ وليه طريقه، بس كاسكندرانيه مفيش زينا الصراحه في الشغل. هي الكبده اتعصر عليها الليمون، ولو هيتاكل جنب منها قرن فلفل حامي بس، ولو شويه مخلل، غير كده لا. في ناس ياما بتشتغل بطرق مختلفه، بس هي الاسكندرانيه عامه حتى عندنا في اسكندريه كبده فلفل وليمون ومخلل بس، انما غير كده لا، فاهماني؟ واخدين تخصص كبده وصدق ومكرونه، فاهماني؟ فبنقول يا رب، وبقالنا سنه ونص وده فرعنا الوحيد هنا، فاهماني؟ وان شاء الله باذن الله بنحلم ان احنا نبني براند نفسينا خاص بينا، وربنا يوفقنا فيه وربنا المعين.